النهارده بقى بنقارن ما بين صيام وصيام، هنشوف مين فيكم صايم بجد ومين فيكم بيصوم نفسه. دلوقتي يا دكتور انا صيامي 8/16، باكل وجبتين كبار فيهم بروتين وخضار ودهون صحيه، بشرب ميه وشوربه وبجهز وجباتي وكمان بحلل كل شهر. ده صيام متقطع محترم، انت فعلا عارف انت بتعمل ايه. تمام. طب ما انا كمان صيامي 18 ساعه، انت بتتكلم ازاي؟ وبشرب يا دكتور 3 قهوه على الريق، وبالليل بتعشى نص فطيره او نص كرواسون وتونه وفشار. صلاة النبي، ده انت كده عامل مثلث الرعب، مش عامل صيام متقطع. احنا ليه بنحب الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع يعني العيان بيصوم 16 ساعة وبياكل في 8 ساعات. ال 16 ساعة دول هو استفاد ايه؟ استفاد ان البنكرياس بتاعه قلل جدا من افراز هرمون الانسولين اللي هو اصلا مسؤول عن تجميع وتخزين الدهون. طالما ما فيش انسولين يبقى جسمك هيتحول لمكنة حرق، حرفيا مكنة حرق، وهتخرج منك كمية دهون كبيرة جدا وهتغير شكلك ومقاساتك. اما الاشخاص اللي بتظبط الصيام على كيفها وعلى هواها، بمعنى ان هو بياكل وجبه في اليوم، ده هيدخل جسمه في حاله تجويع، مش حاله صيام متقطع، دي حاله تجويع، وبالتالي هينتقم جدا من وجبه وحيده هو بياكلها في اليوم ومش هيستفيد اي حاجه. انت صح، الصيام الصح علم، وعي، اكل محترم. انت غلط، الصيام الغلط تعب وارهاق وشعر بيقع وزياده وزن. قوم امشي بقى، افهم جسمك قبل ما تجرب على نفسك. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه.